السلام عليكم ورحمة الله. نبداو الآن. أول شي نبداو به هو الحمص نتاعنا. نعودو ديجا أنا شمخناه ليلة قبل، يعني راح طيبه اليوم. شمخيه يعني البارح في الليل، فهمتي؟ ديري له الماء اختي. كاينين اللي يديروا له بيكربونات الصودا، انا ما نديرلوش، غير الماء وحده يكفي. ندير له الماء، ديري له كميه مليحه لانه راح يشربها. تنوضي الصباح تلقايه هاولي كيفاه منفخ. دوكا واش نديرو؟ نشلوه مليح، نشلوه نحولو هذا الماء الكحل ونديرو له الماء جديد ونرجع لكم. هنا حبايبي بعد ما شللته مليح وبدلت له الماء، درت له الماء نظيف ونقي. واش نديرو له الان؟ نديرو له شويه فلفل كحل، غير فلفل كحل، ونديرو له شويه ملح. الملح ما تكثروش لاننا من بعده كي نخدموا الدرسه راح نديرو لها الملح. هذا ما نديرو له في المره الاولى، المرحله الاولى نديرو غير الملح وشويه فلفل كحل ونحطوه فوق النار. كي يهز الغليه، كي يبدا يغلي نقفلو عليه لاكوكوط، نخلوه حتى يطيب، يعني حتى يطيب مليح. دوكا على حساب لاكوكوط نتاعك والكم المده اللي تستغرقيها. كيما انا نخليه تقريبا نصف ساعه. هاوليك الحمص تاعي راني حنخليه يهز الغليه. كي يهز الغليه نغلق عليه ونحط له صفاره. اختي هنايا الا ما عندكش لاكوكوط المضغوطه اللي تتغلق، يعني عندك غير قدره طيبي فيها، تقدري ديري له شويه بيكربونات الصودا هنايا، يعني نصف ملعقه صغيره فقط ديريها باش يطيب لك ليه. هذه في حاله انه ما يكونش عندك كوكوط، يعني عندك غير قدره عاديه. اما كي تودي حديريه في لاكوكوط ما ديريلوش بيكربونات الصودا ولا البيكين باودر، لانها هي صح تعاونوا في الطياب هكا تسرعوا، صح والله غير تبدل له الذوق نتاعو. انا ما نحبش نديرها، غير يعني الله غالب كي نعود مزروبه ولا نديرها، مي من الاحسن ما ديروهاش. شوفوا هنا البنات، بعد ما بدا يغلي يعني شوفوا هذه الرغوه اللي تتشكل لي، نحيها ما تخليهاش لانها هذه اللي تسبب لكم لي غاز. انا نحيها كامل ما خليهاش. هي وكنت خليها يعني ما راح تضركم ولا يعني ما ديرلكم والو، صح يعني راح تديلكم لي غاز. وكي تنحوها راح شويه ماشي راح يديلكم لي غاز بزاف يعني. هاكم شايفين انا راني نحيها كامل ما خليهاش. الان راني غلقت على لاكوكوط ان شاء الله نص ساعه ونحلوها نخليها تصفر. النار نخليها قويه، كي تبدا تدور الصفاره نديروها نار متوسطه. الان نحضر مع بعضاتنا الدرسه نتاعها ولا الدوزان. هاوليكم الحمص نتاعي ولا الحميصه كل واحد كيفاش يسميها، راهو طاب واستوى. عفوا. نحي منين داك تلقاو حبه هكا سوداء اللون ولا قهوي ولا نحيوها. انا هنايا ماشي راح نستعملو كامل لانني غير عائله تاعي غير من 2 افراد. راح نحي كميه نصفيها، نحيها نخبيها في الكونجيلاتور، نستعملها في الاطباق في الطعام المهم خي نحطو الحميصه. انا نحب نطيبها ديريكتومون نحطها غير من الاخر. نقسم الكميه على نصفين. هذه الكميه نخليها تبرد ونحطها في الكونجيلاتور، نديرها في كيس بلاستيكي ولا في بورتمونجي. والكميه اللي تبقى نتغداو بها ان شاء الله يا ربي. هنا نصفي الكميه ونولي لكم باش نديرو التتبيله مع بعضنا. شوفوا هنا يا حبايبي واش نحتاجو في التتبيله نتاعنا. الدباره نتاع الحمص ولا نتاع الفول، الدوزان نتاعها ما يطيبش، يعني يتحط لها ني كيما هكا. شوفوا واش نحتاجو. اول شيء نحتاجو فلفل يعود حار، لان الدباره تطبعها الحراره، واللي ما تقدرش لها غالب ما ديرش. دير فلفل يعود حلو. المهم انا درت هنايا جوا كبير حار، رحيته بالرحايه هذيك نتاع الفلفل والطماطم. نحتاجو كميه من الثوم، ديري كميه مليحه من الثوم. هذوما نحتاجوهم في التتبيله. الليمون والبوفجوخ ولا المنقوع نحتاجوه غير في التزيين ومن بعده. ونحتاجو 2 حبات طماطم. انايا درت كميه قليله، درت مقادير قليله، انتي كي تكثري ضعفي المقادير اختي. درت حبه طماطم حكمتها قطعتها كريات صغار، والحبه الاخرى حكمت رحيتها في الرحايه ولا تبشريها ولا كيما تحبي. جيبي ملعقه تاع طماطم مصبره
وهنايا في التوابل واش نحتاجو فلفل اكحل، نحتاجو كمون، ديري مغرف تاع القهوه عمريها مليح، وفلفل حار، ولا اذا ما تقدريش الحراره ديري فلفل عكري. ونحتاجو راس حانوت، نحتاجو الكزبر ولا الدبشه، نحتاجو زيت صونغو وزيت زيتون. هنا نستعملو زيت زيتون بالاكثر، يعني ماشي لازم تستعملي زيت صونغو، تقدري تستغني عليه كما انا راح نستغنى عليه تماما، ندير غير شويه يطول. ونسيت الملح في التوابل لان انا ما درناش الملح بزاف في الماء تاعنا تاع الحمص. واللي تحب الحراره اكثر نزيد لها مغرف كبيره نتاع هريسه كما راكم شايفين هنا البنات. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو بسم الله. اول شيء نجيبو الطماطم تاعنا. البنات هنايا حاولوا انكم تخيروا حبات الطماطم يكونوا طايبين مليح. انا هنا ما عنديش، عندي غير هذه ماشي يعني ما فيهاش لاصوص بزاف، تحتفي بالغرض. نحطوا الطماطم هذه، نحطوا عليها لي زيبيس اللي درناهم، فلفل اكحل وفلفل احمر وراس حانوت والملح والكمون بطبيعه الحال. واش نديرو؟ نحطوا عليها هذايا الفلفل، نحطوا نصف الكميه، ونحطوا هذاك الثوم، والنصف الكميه الاخر نخلوهم بعد للتزيين. هنا بعد ما حطيت نصف الكميه نتاع الفلفل، واش ندير شويه زيت صونغو، ما نكثروش، ها شويه، ونديروا لها زيت زيتون كثروه ما تخافوش نورمال، لانها ديجا هي طبعها زيت زيتون. ونديروا نجيبوا هذه المعدنوس والدبشه، نحطوا نصف الكميه، نحطوا كميه مليحه وخلوا الباقي. الان واش نديروا؟ نحكموا المكونات تاعنا هذو، ما نخلطوهم مليح، ونحاولوا كنعودوا نخلطوا نمرسوهم هكذا باش يتجانسونا بالبيان. انا هنا نخلطهم نعاود نولي لكم حبايبي. هاي لكم خاتاتي الدرسه نتاعنا ولا التتبيله نتاعنا بعد ما خلطتها مليح. الا حسيتيها ناقصه طماطم زيديها، ولا حسيتيها ناقصه ملح كيما انا هنا زدت لها هنايا. وهاو لكم الحمص نتاعي، شوفوا كيف راه خليته بالماء نتاعو، ما تنحوش الماء باسكو تحتاجوه. شوفوا كيف راه طايب، الله يبارك، يعني ما درتو لا بيكربونات ولا والو. الان نوري لكم طريقه التقديم كيفاش تكون. تجيبوا صحن كيما هكا، انا غندير غير كميه قليله. وشوفوا تجيبوا صحن يكون غارق شويه، وتحطوا فيه الحمص وتحطوا فيه شويه ماء. الماء اختياري، تحبي تكسري تحبي ما تكسريش، هذا شيء اختياري. وتهزي من هذه التتبيله وتحطي كيما هكا على حساب انتي كيفاش تحبيها مدوزنه بزاف ولا عادي. وخلطي المكونات هذه، خلطيها مليح. هاي ليكم تخلطوها بالبيان، تخلطوها، ديروا لها شويه من الفلفل هذاك اللي ديجا رانا خبينا منه فلفل، وتزيدي لها شويه دبشه ومعدنوس، وتحطي لها شريحه ليمون، وهذا نتاع البوفجوخ، هذا امر اختياري. وديري لها سكر، ديري لها زيت زيتون من الفوقه هكا، هي تحب زيت زيتون دوباره. وهاي ليكم ان شاء الله وجده. شوفوا كيف راهي ما شاء الله، يعني ما عندي ما نقول لكم فيها. والبنه ما نحكي لكمش، كما قلت لكم البنه ما نحكي لكمش، يعني ها هي وخياتي. شوفوا كيفاه جات هايله. دوكا نذوقها معكم بسم الله. ولا غير البنه تاعها ما تختلفش على تاع المحلات. جربوها حبيباتي، وما تنساوش اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد. شجعوني حبيباتي، بهكا كل مره نحط لكم جديد باذن الله.